السلام عليكم. في 3 حاجات مهمة جدا ممكن تخلي علاقتك بأي شخص قوية جدا وبسرعة. 3 حاجات أي بني آدم بيحتاجهم، لو لقاهم في التعامل معاك هيثق فيك بسرعة وهتبقى علاقتك بيه ممتازة. أول حاجة السلام. عارفين احنا ليه لما بنقابل حد أول حاجة بنقولها له السلام عليكم؟ لأن السلام ده هو أكتر حاجة البني آدم نفسيا بيكون محتاجها. عشان كده انت لما بتيجي تقابل حد وتقول له السلام، هو بيحس كده ان انت مبدئيا بتوصل له انك مش ناوي تأذيه، حتى لو انت ما تعرفوش. انت جاي له بالسلام، مفيش في نيتك اي حاجة وحشة ضده، انت شخص مسالم يقدر يطمئن وهو بيتعامل معاك. فدي حاجة مهمة جدا جدا بشكل لا تتصوروه، مجرد التحية بس والاحساس اللي بيوصل بعد كده وانا بتعامل معاك ان انا شخص مسالم. تاني حاجة الصدق، لان لا يمكن اي بني ادم في الدنيا يثق في حد كذب عليه ولو مرة واحدة. عشان كده لو عايز حد يثق فيك لازم تتحرى الصدق وانت بتتعامل معاه في كل حاجة. كذبة ممكن تبوظ اجدع علاقة في الدنيا. تالت حاجة هي التقدير. اي بني ادم في الدنيا ان كان كبير ولا صغير، من الحاجات المهمة جدا بالنسبة له ان هو يحس ان هو ليه اهمية، ان هو ليه لازمة. فوانت بتتعامل معاه خلي بالك انك ما تنتقدوش اكتر من اللازم، ما تتريقش عليه، ما تحاولش تقلل منه، لكن حاول دايما انك تحسسه بقيمته وتحسسه ان هو شخصية ليها اهمية وشخصية كبيرة، حتى ولو كان صغير او بسيط، ولكن دي حاجة هتفرق معاه جدا وهتخليه يثق فيك ويتعامل معاك بشكل اكثر ارتياح. شكرا لكم.